مرحبا شباب، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. إذا أول مرة أشوف الفيديو، وياك مهندس محمد من ألمانيا فرانكفورت. أقدم فيديوهات للناس اللي حابة تطلع إلى ألمانيا بصورة نظامية، سواء عن طريق الدراسة أو عن طريق العمل أو عن طريق التدريب المهني. فمثل ما وعدتكم ونزلت لكم بوست على قناتي أو على الصفحة مالتي بالفيسبوك اللي هي إنسايد جيرماني، فاليوم راح أنزل لكم فيديو شلون نسوي السيرة الذاتية ورسالة الدافع على الطريقة أو الفورمة الأوروبية أو الألمانية، وأيضا بخطوات بسيطة. فهذا الموضوع كلش 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 مهم. هنا في ألمانيا ينتبهون إلى السيرة الذاتية ورسالة الدافع مالتك. إذا كانت بها أخطاء أو كانت ما حلوة فأنت ترفض عليها بنسبة 95%. فأنت إذا ناوي تجي إلى ألمانيا أو أنتي ناوية تجين إلى ألمانيا، أول خطوة لازم تسووها هو ترتيب السي في على الطريقة الألمانية، رسالة الدافع أيضا. فهسه أشوفكم بعض النماذج تقدرون تاخذوها تعدلون عليها، تنزلون الشغلات اللي مشتغليها، تنزلون الشهادات مالتكم أو الخبرة مالتكم، ويكتمل السي في أو السيرة الذاتية بنجاح. فإذا مهتمين بالموضوع ابقوا وياي وتابعوا الفيديو. طبعا بالبداية روح لموقع الأوسبيلدونج، وهنا كاتب لك إن 9 Schritten zum perfekten Lebenslauf، يعني 9 خطوات أنت حتسوي ليبنسلاف أو سيرة ذاتية احترافية. فخلينا نشوف شنو هاي 9 خطوات. هنا جوا حاط لك نماذج. خلينا نشوف النموذج الأول. هنا هذا النموذج، طبعا أنا نزلته هسه بصيغة PDF، أنت لازم تنزله بصيغة وورد حتى تقدر تعدل عليه، شيل الصورة مالتك وتعدل هاي المعلومات. بس أنا لسرعة الموضوع نزلته على صيغة PDF. هنا كرييتيف الليبنسلاف الثانية، تقدر خلينا نجربها على وورد. فتحت على وورد تقدر تشيل هاي الصورة، تعدل هاي التفاصيل مالتك والشغلات اللي مشتغلها والخبرة مالتك هنا الانتشرفت. ماشي. ونرجع على مودرن اللي هو الحديث. هنا أيضا هذا السي في أو السيرة الذاتية الحديث يعني. فتقدر أيضا تشيل الصورة، تعدل الاسم، معلومات الشخصية. هنا الشول بولدونج، هاي السوالف يعني شنو التخصص مالتك، شنو عندك البراكتيشر ايرفارونج، شنو البيزوندر زكاتنسا، شنو اللغات اللي عندك مثلا. اوكي. الهوبي، وهنا الانترشرفت. فهذني الثلاثة تقدر أنت تختار أي سي في منهم يعجبك وتعدل المعلومات مالتك، تدخلها بهذا السي في، وبهاي الحالة راح يكتمل السي في بنجاح. أنت خلصت هسه من قصة كلش كبيرة واللي هي السي في. لأن هواي صراحة تجيني تعليقات: أستاذ شلون ننزل نماذج؟ شنو النموذج الصحيح؟ فهذا النموذج هو موجود موقع الأوسبلدونج. أوكي. طبعا تقدر تستخدمه أيضا، يعني سواء أنت تريد تقدم على وظيفة عادية أو على وظيفة التدريب المهني تقدر تستخدمه نفس الشيء. فهسه من سالفة السي في احنا انتهينا. خلينا نروح على البيفيربونج نشرايبونج. نضغط هنا، وهنا أيضا عندي 3 نماذج. أوكي. خلينا نشوف النموذج الأول شنو هو. هنا تخلي العنوان مالتك طبعا فوق. هنا عنوان الشخص أو عنوان الشركة اللي أنت تريد تراسلهم. وين تلقى هذا؟ طبعا شرحتها بأكثر من فيديو. من تقدم على أوسبلدونج راح تلقى المعلومات الشخصية مال الشخص أو الاتش ار أو البيرسونال ابتاعهم. فتخلي هنا اسم الشركة فوق. ماشي. وهنا العنوان، وهنا اسم الشخص. ماشي. هنا التاريخ تدخله أيضا. وهنا البيفيربونج تغيره، يعني مو كافتشت ميشانيكا ميشاترونيكا، تغيره إلى مثلا كاوفمان ان بيرو مانجمنت، أو مثلا أنت مجال البفليجا كرانكن بفليجا، أو مجال آلتن بفليجا. فأنت تغير هنا، والشخص هنا اللي تراسله منه وهو تلقى معلوماته نفس الموقع اللي أنت تقدم عليه. تقدر انت تسوي هاي كوبي، بس هاي المعلومات ما تطابق عليك 100%. لازم انت تشوف
شنو اللي يفيدك وشنو الشغلات اللي ما مرتبطة بيك، تشيلها من هذا الشرايبونج حتى ما يصير انه تضارب بالموضوع. فهذا النموذج تقدر ايضا تستخدمه. اكو شغلات عامة تقدر تاخذها انت، مثلا هنا ماين اوفيس وهاي السوالف كلها تقدر تاخذها. هنا الفلاي سايت بشفتش ايش مش جيرني، يعني باوقات الفراغ مالتي يشتغل او عنده اهتمامات بالسيارات، فحاول انه تكون قريب من الوظيفة مالتك. البيفربونج الثاني اللي هو هذا كرييتيف، هذا همينه حلو. هنا المعلومات الشخصية تدخلها، هنا معلوماتك، وهنا الوظيفة. شوف هنا كاوفمان ام اينسل هاندل، تقدر تشيلها تخلي الوظيفة مالتك وتعدل على هذا البيفربونج ويصبح البيفربونج كله كامل. هنا المودرن اللي هو الحديث، هذا الرسالة الدافع أيضا تقدر تعدل هنا. وهنا معلومات الشخص اللي تريد تراسلهم، وهنا دي يراسلون كندا تاج ستاتس اللي هي مثل يعني الكيتا يصرحوا له هنا، يعني الحضانة، وراها تجي الكندر جارتن الروضة، وراها تجي الشولة. فتقدرون تختارون هذا البيفربونج، تاخذون المعلومات منه مو 100%، بس اخذ الشغلات اللي تفيدك وعدل عليها. وبهاي الحالة قدرنا نشرح انه شلون نسوي سي في اللي هو سيرة ذاتية، وشلون نسوي رسالة الدافع. طبعا هاي النماذج هي 100% تشتغل بألمانيا، لأن هي هنا من مواقع ألمانية ومنزليها مساعدة للطلاب، حتى الطلاب ما ترفض. لأن هنا ألمانيا أريد أسولف لكم على فد شي، إذا الشخص عنده خبرة ماشي وشافوا السي في أو رسالة الدافع مالته مخربطة، يرفضك على هذا الشيء. مع العلم هو محتاجك هنا بألمانيا أو محتاجك بالشركة مالته، لكن يشوف خربطة بالسي في مالتك أو رسالة الدافع ما يعجبه رسم يرفضك. فأنت أو أنتي لازم تهتمون بهذا الموضوع. رسالة الدافع هسه نزلت لكم نماذج شلون تسووها، شلون تختاروها، وأيضا السيرة الذاتية تاخذها وتضيف المعلومات الشخصية مالتك ومال الدراسة والخبرة العملية مالتك. وبهاي الحالة اكتمل عندنا السيرة الذاتية ورسالة الدافع. إن شاء الله استفاديتم من الفيديو، انتظروني فيديو جديد. تحياتي لكم، مع السلامة.